يا مقصوفة الرقبة انت وهي. جمعي لي هنا كل البنات اللي حواليكي، وبصي يا ست البنات، اللي يضحك عليكي بكلمتين يا روحي ويا قلبي وهو اصلا ما يعرفش طريق باب بيتكم، ده لازم يتجاب من قفاه. عشان كده انا قررت اعمل لكم سلسلة حلقات فخفخين الحب، هكشف لك فيها الواد اللعبي اللي بيتمسكن لحد ما يتمكن، الواد اللي عامل فيها فيلسوف وهو اصلا بتاع تكاوي. استنوني في كل حلقة عشان اعرفك ازاي تقفشيه قبل ما يلبسك في الحيط. سامعاني؟ فتحي عينك مع تيتا سوسو عشان مفيش حد يضحك عليكي بكلمتين كده ولا كده. منشني يلا صاحبتك بسرعة. بصي يا بنتي، اللي يغيب عنك يومين ويطلع يوم الجمعة بالليل يقولك وحشتيني يا بيبي، أنا كنت في غيبوبة في المستشفى، ده مش عيان، ده كان بيعمل أبديت لمشاعره مع واحدة تانية، ده مش بتاع جواز، ده بتاع تكوي يا حبيبتي. الخلاصة اللي بيختفي ويرجع بمزاجه ده آخره معاكي بلوك مش كوشة. يعني حاجة دي مهمة قوي، لو لقيتيه قالب الموبايل على وشه طول ما هو قاعد معاكي كأنه بيخبي سر القنبلة الذرية، اعرفي ان وراها اسرار يا نور عيني. اللي نيته سالكة موبايله منور في وش الكل، انما اللي يخاف من هزة الموبايل ده بيلعب استغماية بقلبك. الخلاصة، الموبايل المقلوب يعني حب معيوب. أول ما تجيبي له سيرة بابا بيسأل عليك يقولك أنا لسه بكون نفسي، أنا بجهز نفسي للغد المشرق. يا حبيبي الغد المشرق ده هناك في المحطة، إنما إحنا هنا بيوت وأصول. اللي عايزك بجد هيخبط على الباب ان شاء الله حتى بكيس لبان، مش هيفضل يلف ويدور بيكي كأنه نحلة. الخلاصة، اللي شريكي هيخبط على الباب، واللي بايعك بيفتح 1000 كتاب للأعذار يا موجوسة. يقولك يا روحي يا قلبي يا عينيا، ولو شافك محتاجة توصيلة في عز المطر يقولك معلش أصل البنزين بيشطب. يا روحي، الحب أفعال مش رص كلام من بتاع دواوين الشعر. الواد اللعبي ده يبقى حافظ القصيدة بس مش حافظ طريق بيتكم. الخلاصة، اللي يحبك بجد يثبتلك بالدليل، واللعبي آخره معاكي كلامه الجميل. لما يقولك أنا ضد المؤسسة الزوجية عشان بتأيد حريتي والجمال ملوش حدود، قوليله يا روحتي تسوسو الباب ملوش حدود برضه، اتفضل من غير ما ترد، ده مش فيلسوف، ده عاوز يفضل كده شبه النحلة يتنطط من وردة لوردة وانت اللي هتطلعي خسرانة في الآخر. الخلاصة، اللي مش قد المسؤولية يروح يلعب في الملاهي مش ببنات الناس. أول ما يقعد معاكي يقولك انتي برج ايه، أصلا أنا برج الجوزاء ومحتاج حد يستوعب شخصياتي ال24. يا حبيبتي ده مش بتاع أبراج، ده بيثبتك عشان لما يقلب عليكي يقولك أصل الكواكب كانت مش مظبوطة معايا. اللي يسألك عن برجك قبل ما يسألك عن أهلك ده عايز يفتح المندل مش يفتح بيت. اخلعي يا موكوسة، ده لعبي وبيمثل عليكي دور الفيلسوف. الخلاصة، الراجل اللي بكلمته يوزن جبال مش بشوية أبراج ونجوم وكلام عيال. لما تقولي له رد على الواتساب ويقول لك الشغل واكل كل وقتي والله يا بيبي، وتدخلي تلاقيه لابد على صور البنات لايك ولاف وكومنت، ايه القمر ده، ايه الحلاوة دي، ده مش مشغول يا ضنايا، ده نحلة عمال يتوزع على كل وردة شوية وفاكر البنات كلها في الخلية بتاعته. اللي تلاقيه نشيط على السوشيال ميديا وجاي
كسيح معاكي في الكلام، ده مش بتاع جواز، ده بتاع استعراض. بلوك ومنشن للي بعده. الخلاصة، اللي يوزع لفظاته على الغريب عمره ما يكون في بينك وبينه نصيب. ايه بيقولك؟ يا حبيبتي احنا علاقتنا روحانية، مش لازم ورقة تكتفنا ومسمى يحبسنا. روحانية في عينك يا بعيد، دي كلمة السر بتاعت انا عايزة اتسلى ومن غير مسؤولية. اللي يقولك احنا اكبر من المسميات قوليله وانا اكبر من اني اضيع وقتي مع عيل لسه ما طلعش بطاقة. الخلاصة، الجواز له أصول، اللف والدوران ده للي بيلعبوا بلي في الشارع. بلوك بسرعة يا بنتي. الواد اللي طول الأسبوع يا روحي ويا قلبي ويجي يوم الخميس بالليل تليفونه يلبس طاقية لخفة وما يرجعش إلا لحد الصبح بحجة إن الشبكة كانت ميتة في الساحل. ده مش في الساحل يا خايبة، ده كان بيصيف في قلب واحدة تانية. اللي بيختفي في الأجازات ده وراه بلاوي زرقاء ومستني يخلصها ويرجع لك تصبيرة. افهمي يا منيلة. الخلاصة، يا بنتي اللي يكلمك وقت فضاه ارميه وبلاش تمشي وراه. ما انتي ماشية على مزاج وانتي نسمة، واول ما تقولي له هيا حبيبي هتيجي تقابل بابا امتى يقلب وشه ويقولك انتي ليه بقيتي نكدية كده وبتاعت مشاكل والجو يتكهرب فجأة. يا حبيبتي ده مش نكد، ده هو اللي ركبه بتخبط في بعض من سيرة المسؤولية. الواد اللعبي ده اول ما تزنقيه في خانة الرسمي يعمل نفسه ميت. سيبيه يموت وشوفي ست سيده. الخلاصة، الراجل بكلمته بيشيل المسؤولية. اللعبي أول ما تزنقيه يقول عليكي نكدية.